بين أطلال مدينة مأرب القديمة ومعالمها الأثرية يقف معبد أوام، أحد أشهر معابد مملكة سبأ، على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من المدينة الجديدة. هذا الموقع الأثري يطلق عليه خبراء الآثار معبد الإله المقة أو إله الدولة، الذي كان يعرف بإله القمر ويعرف عند عامة الناس بمحرم بلقيس. يقول خبراء الآثار إن تاريخ بناء هذا المعبد يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. نرجو من الحكومة ومن المسؤولين على الاهتمام بهذا المعبد هذا وبحضارته، أن يقوموا يعني بدعمه وبالحفاظ عليه. تمثلت أهمية معبد أوام في أنه كان رمزا للسلطة الدينية في عهد مملكة سبأ، حيث كانت لزاما على الشعوب والقبائل التي ضمت إلى الدولة السبئية زيارة معبد أوام وتقديم القرابين والنذور لإله المقة سيد أوام. يتكون المعبد من سور مبني بالأحجار المهندمة والمزخرفة بنقوش وخط المسند. أحجاره من الصخور الكلسية، ويبلغ طول الحجر الواحد منها حوالي 8 أمتار، وسمكها بين 3 إلى 5 أمتار. يتوسط المعبد فناء بطول 52 مترا وعرض 24، وتنتصب فيه 8 أعمدة ارتفاع كل منها نحو 12 مترا. ورغم ما تعرض له هذا المعبد من العبث والنهب المستمر منذ القرن الرابع الميلادي، إلا أن أعمال الاستكشاف تؤكد سعة هذا المعبد وضخامة جدرانه وأسواره وأعمدته الشهيرة، وأن الجزء الأكبر منه لا يزال مدفونا تحت الرمال. معبد أوام أو محرم بلقيس يعد الأقدم والأكبر من نوعه في الجزيرة العربية، وهو مرشح لأن يكون الأعجوبة الثامنة عندما تكتمل عملية الحفر والتنقيب للكشف عن كل تفاصيله.